السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. فيديو جديد وقلنا نبتدي كده من عند الزرع. ربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم ويسعد ايامنا وايامكم يا رب، اللهم امين. الفيديو انا ما ببقاش عارفه الصراحه انا طالعه اعمل ايه، بس دي الخلطه اللي احنا عملناها اهي. اللهم بارك. ريحتها بقى بصوا، ده قشر توم اهو. ريحتها بقى ايه من التوم والبصل. البصل طبعا انا عاملاه زي ما هو بقشره بكل حاجه. والبطاطا طبعا مش كلها كده، انا هقلبها لان دول فيهم توم وبصل. اللي تحت مش هتلاقي فيهم بنفس الكميه، مع ان انا عامله مره كده ومره كده. وجايه هنا اهو دول شويه خلطه الفراخ البط الصغير، لان الفراخ احنا دخلناها جوه، مع ان كل مره بطلع ادخلها جوه. ودي جايباها عشان خاطر احط فيها بودره بلاط. دول شويه بودره بلاط اهو مع الخلطه. وانا عندي هنا واحده زي دي فيها بودره بلاط، هدلق دي مكان دي او هدلق دي على الخلطه بتاعتهم زي ما هنشوف. وجايبه ده بقى عشان احطه للسقايه، لان اللي هنا بتاعت السقايه السليمه دي المكسور. الله المستعان. كمان عايزه اقول لكم بقى ان احنا دايما انا بقول احنا يا دوب لسه بفتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفاجئ معاكم. بصوا الفراخ اهي كالعاده. عايزه اغير السقايه دي بقى. الفراخ اهي كالعاده اهي خارجه بره. ماشي. انا هتنيني احاول معاهم لغايه ما نوصل لحل ان شاء الله. وانت كمان خارج. اللهم بارك. هما جعانين قدامهم دشيش، مش عايزين ياكلوا دشيش. مش عارفه انا الموضوع. بصوا بقى انا ما بحبش الفراخ عشان كده بينتشوا فيه. اللهم بارك. بصوا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. البطه بيضه كده، هم بقوا 6 بيضات. اللهم بارك. طبعا البيض بتاع البط بيتساب ما بيتشالش. ماشي. والتانية راقدة، بس انا بحب اطمن عشان في فرخة بتحب تبيض هنا. فرخة بتبيض هنا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بس اللهم بارك. بصوا دي كده زي جولة سريعة، مش دايما بصورها معاكم وانا مش دايما بعملها، بس انا يومين ورا بعض الاقي بيضة فرخة هنا فقلت اطمن. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى هفتح دول، مش هعمل لهم حاجة خالص غير لما افتح واعمل اللي جوه. ليه؟ عشان اللي جوه بيخرجوا بره. بس تعالوا نجيب شوية العلف خليهم بدلقهم واحنا ماشيين عشان هم جعانين من الواضح كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله. يوم قابليني كده. بسم الله. شلنا بقى احنا الدكارين البغال اللي كانوا هنا الحمد لله. بالهنا والشفا بقى عن اللي هياكل منهم. خدت واحد زي ما انتوا عارفين. وعايزه اقول لكم على حاجه، انا خدت واحد والتاني كنت ناويه اصبر عليه عن كده، بس لما تبقوا بتزغطوا 2 مع بعض، وبالذات لما يكونوا هما اخر 2 شبه بعض، بيبقوا متعودين على بعض. وبعدين انتوا بتمسكوهم الاتنين سوا، لما واحد بيتشال التاني زي ما تقولوا بيحس ايه انه خلاص كده. فكنت حاسه ان هو كان مش عارفه هو احساس ولا دي حقيقه. حاجه تانية عايزه اقول لكم عليها، انا شديت الشباك ده وقفلته شويه. ليه؟ عشان الجو بقى يبرد بالليل، فانا جيت العصر وقمت قافلاه وهفتحه دلوقتي. خلوا بالكم انا طالعه امتى؟ في عز الشمس، يعني طالعه مش في عز الشمس، طالعه الجو الشمس خلاص طلعت، طالعه الجو كويس مش وحش. بصوا اهو الشباك حتى مدخل شمس، فاحنا بنفتحه عشان يدخل لهم بقى دلوقتي شمس. هجيب بقى انا العلق الاكل بتاعهم واكل لهم على طول، وبعدين اغير لهم الميه عشان يسكتوا. انا هقلب بقى الاكل كله كده. كان في كام رغيف طبعا، انا بحب احط العيش مع البطاطا، بحس ان هو بيقيتهم كده شويه، لان هي البطاطا برده مهما كان خضار وفيها نسبه ميه كتير. طبعا انا ولا فرقت رده ولا اي حاجه، ما عنديش رده اصلا يعني. جبت حاجات كتير. بصوا دول بالظبط 5 ترغيفه. 5 ترغيفه ما شاء الله للكميه دي والكميه اللي بره. اللهم بارك. هم اصلا بيحبوا البطاطا الصراحه وتعودوا عليها.
خدي يا يوسف بقى حطها هناك في النص. خدي يا حبيبي حطها لهم هناك في النص. بص بقى حط دول في الداير برضو كده مش مهم. انا لو لقيت حاجه متبقيه ابقى اشيلها في داير العلافات. لا 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 بايدك. بصوا شويه اللي على الارض بيلموهم. الديك ده انا مش عايزه اذبحهم، هما ان شاء الله باذن واحد احد هذبحه هو واخوه، بس انا مش عايزه اذبحهم غير لما رقد فراخ منهم. بصوا بقى حطيت في الداير. بصوا الهبل، سابوا دي وراحوا جريوا على دي. هو في كام واحد هبل كده ذات البط، تحسوا ان هم عندهم هبل شويه. الفراخ ما شاء الله بتبقى ناصحه بزياده. فالديك ده اللهم بارك شكله بقى حلو قوي ووزنه بقى حلو، وهو اصلا بصوا ما شاء الله اهو. شوف الديك عالي ازاي، هو قد الديك اللي وراه، بس اللي قدام ده فاير عن اللي ورا. وقد الفرخه دي، الفرخه اللي هي دي اللي كنت بقول لكم عليها الدقي فيديو امبارح. ما شاء الله حجمها حلو، عشان خاطر هي مش ايه قولوا معايا، مش فيومي اصلي، عشان هي هجين مع البلدي فحجمها حلو، لكن الفيومي الاصلي بتبقى حجمها رفيع. ده اللي انا عايزه اقول لكم عليه. والفيومي بقى اللي بيبيعوها اللي هي الرزي على انها فيومي بتبقى حجمها تقيل زي الجمنزي كده، وما بتديكوش انتاج بيض كويس. فده اللي انا بقول عليه يا جماعه. والله العظيم انا هفضل اقول البلدي المشعر افضل 100 مره. كنت عايزه شويه للي بره. انت حطيتهم كلهم؟ شويه صغيرين خالص. ايوه شيل حبه صغيرين خالص بس كفايه. تعالى بقى حط لهم عليهم بس. انا قلت بس يا حبيبي هحط لهم عليهم شويه اكل ونحطهم لهم، بس مش دلوقتي. هقوم بقى انا دلوقتي اغير لهم بقى الميه. الخلطه دي هحط لكم الفيديو. لا ما تحطهمش، انا قلت لك هحط عليهم شويه حاجات بس لما اقفل علينا يا حبيبي، عشان دول بيخرجوا ياكلوهم منهم. حطها بره خالص بره خالص عشان ما ينكشوش فيه يا حبيبي. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كنت بقول ايه مش فاكره، اللهم ذكرني. دلوقتي المهم ان انا هقوم اغير لهم الميه. اغير السقادي واغير السقادي، واحاول اكرش الفراخ برضو تاني زي امبارح، وربنا يا رب يصلح الحال. طبعا ما بحبش احط الاكل بره لان دي بتفضل مفتوحه لغايه ما بخلص الميه، لان هنا الباب اهو انا بخش واخرج فبتفضل مفتوحه كده غصب، حتى لو قفلتها شويه كمان. المهم ان انا هفضل اقول لكم اهي. الفرخه لما جت قدامي تاني افتكرت هفضل اقول لكم الفراخ البلدي المشعر احلى فراخ لانتاج البيض وكمان لانتاج اللحم. يعني اغلبيتها بيطلع حجمه ما شاء الله كويس. يعني بصوا دي متهجنه مع الفيومي. بصوا الناتج بتاعها ما شاء الله اللهم بارك. كان عندي فرخه هنا كانت فيومي صافي لو تفتكروا، كانت دايما خايفه وكان حجمها اصلا رفيع كده. تنتني لما خلاص اخر ما زهقت من كتر ما هي صعبانه عليا، كل شويه تتلبت في حته وكل شويه تستخبى في حته، ذبحتها. ده الديك الكبير اللي عندي اهو اللهم بارك. فده اللي انا عايزه اقوله، يعني ان البلدي المشعر احلى نوعيه الصراحه، مش جايبه غيرها تاني الا اذا كنت جايبه تسمين حاجه زي الجميزي دي. في بقى منها الرزي اللي هو بيبقى فيومي مع متهجم برضو مع اساسه مع اي حاجه بقى، بتبقى برضو وزنها عالي مع فراخ الروك. اي حاجه بيديكي وزن كويس، ولكن مش هتاكل انتاج بيض كويس. انتاج البيض بيبقى مثلا 9 شهور ولا حاجه وشقلب وقلب بس يعني، او اول وش وخلصنا. فربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالنا وحالكم. المهم ان احنا موضوع الناس بقى اللي بتقول ان احنا ما ينفعش نقفل الشباك عشان خاطر ما ياخدوش برد، ما ينفعش نقفل ونفتح. طب احنا مش بنتغطى بالليل؟ بنتغطى اكيد. دلوقتي كله بقى يتغطى، بقى يشد كبرتايه حتى خفيفه. فانا قفلت الشباك نص بس ما قفلتوش خالص. وبعدين في تهويه عندي هنا تاني وفي تهويه عندي هنا تاني في الباب، يعني انا ما كتمتش الاوضه وفتحتها مره واحده. وبعدين لما ما فتحتش في عز التلج، ما فتحتش. يعني انا مثلا انا صاحيه من 6:30 بس ما طلعت لهمش. انا بمشي العيال وكنت بطلع لهم على 7:30 كده تقريبا. دلوقتي ما بقتش اطلع غير 8 وربع 8:30 على حسب. النهارده مثلا طالعه الساعه كام؟
النهارده 8:30 كمان اهي. فالله المستعان. فاحنا بنحاول زي ما احنا بنتعامل مع اولادنا، يعني احنا بنيجي مثلا مع الاولاد الصغيرين. عندي عمرو مثلا اول ما ابتدى الجو يبرد بقيت البسه حاجه بكم وبالليل عشان هو ما بيتغطاش، واجي الصبح اشيلها. دلوقتي الجو خلاص يستحمل وكويس ان انا افضل ملبساه، فسيبته بقى بكم. فهو نفس القصه كده، هما دول كائن صغير وبيستحمل زيه زينا، بيتكيف زيه زينا، بس احنا نحاول نساعده. وده الفرق بين طبعا ان احنا تربيه البيت وتربيه لما تبقى الحاجه في البر. ربنا سبحانه وتعالى هو بقى ايه بيحميها من عنده، وبيبقى عندها بيبقى عندهم تكيف سلوكي وتكيف تركيبي. التكيف السلوكي طبعا هم بياخدوا يعني بيعملوا حاجات، يعني مثلا تلاقيهم بيستخبوا في جحر، بيستخبوا في مكان في ظل في مكان متداري من الهواء. لكن انت لما تبقي الاوضه كلها مكشوفه هيستخبوا فين؟ بس فربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم، يصلح ايامنا وايامكم، ويرزقنا واياكم الرزق الحياه الطيب المبارك. مش عايزين نطول بقى هنا اكتر من كده، وهوريكم الفيديو بتاع البطاطا فوق زي ما قلت لكم عند الخلطه. هقوم اغير لهم ميه، بس قبل ما اغير لهم ميه تعالوا بقى ايه، هو في حاجات بسيطه يعني. تعالوا اوريكم السمان، وعشان نبقى عملنا الجوله كامله اوريكم السمان بقى النهارده. بصوا السمان تقريبا بقوا 3 سمانات بيبيضوا، لان انا باخد واحده الصبح وواحده واتنين اخر النهار. الله اعلم، يمكن اخر النهار نلاقي زياده عايزين ياكلوا. دول كام حمامه ان شاء الله هنذبحهم، نحط لهم شويه اكل واغير لهم الميه. طبعا كده انا خلاص حطيت لهم ميه وهحط لهم اكل بقى. بصوا بقى، انا نفسي، انا ما بحبش لما يبقى عندي مكان اسيبه ايه فاضي. انا نفسي املى العلافه دي، املى البتاعه دي كلها. انا اصلا وانا بعملها قلت الدور الاول ده لو هرقد فيه احط فيه اكل، بس مش عارفه ادخلها جوه ولا اعمل ايه. صراحه محتاره. انا هفصل كده من ده ومليتها اهي. انتوا عارفين بقى انا بليتها عشان خاطر هي علافه. انتوا عارفين بقى انا ليه سايباها بره وعايزاها بره؟ عشان لما يبقى عندي بط ان شاء الله وهربيه احطه بقى في الدور اللي تحت ده. احط البطه في الدور اللي تحت ده كده. احنا خلاص السمان بتاعنا ما شاء الله اللهم بارك. احط البط بقى في الدور اللي تحت واخليه يخرج هنا، وابقى بيته هنا كده ايه اخر النهار وخلاص. ويبقى دي تربيه البط بتاعي. فمش عارفه بقى، فربنا يصلح الحال يا رب، اللهم امين. فانا سايباها بره دلوقتي، والدور اللي فوق ده ممكن نبقى نجيب فيه بقى فراخ ان شاء الله. الله المستعان. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم، ويرزقنا واياكم الرزق الحلال الطيب المبارك. تعالوا بقى نحط اللي جعانين جوه دول. اللي جعانين جوه دول بقى نحط لهم هنا شويه الاكل دول، تمام. واحط لهم عليهم شويه من ده. انا جايبه بودره بلاط عشان البطاطا هتقلبهم فيهم كده ويبقى كده تمام. احط لهم شويه علف كده على الوش وبس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى، بصوا عشان جعانين بيخرجوا على بره. البطه دي مخوفاه. بسم الله كده بقى هنحط ميه لكل الطيور ونبقى كده خلصنا. بس بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه احط لهم شويه هناك في العلافه، اودي اللي في العلافه هنا وبعدين نحط. بصوا خليهم هنا كده عشان هما جعانين عشان ياكلوه مني. كمان شويه احط لهم شويه علف في العلافه بس ابقى ضمنت ان هما كلوا. اغير ميه على اللي جوه وميه اللي هنا وكده خلاص، عشان انا طولت الفيديو قوي بزياده. المهم ان احلى فراخ، الفراخ البلدي المشعر، الفراخ الحلوه القمر اللي انتوا شايفينها دي، فيهم كام واحده اساسي زي ما انتوا عارفين. وبس كده.
اهو بصوا البطه دي اللي بتبيض بتعضهم. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديك. انا هحط لهم شويه الناحيه التانيه، بس انا مستنيه شويه بس ياكلوا من هنا عشان خاطر ياكلوا بطاطا بالبصل والثوم. يلا هظبط لهم انا الدنيا. المهم لغايه كده هقول لكم اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.